يا اهلا احبابنا متابعينا على القناه. ان شاء الله النهارده احنا هنتكلم عن المكنه الهوندا التلاتة بوصه. في مشكله دلوقتي احنا هنوضحها للناس، ونتمنى انها تفيدهم في اي مشكله تقابلهم فيما بعد. في ظهره كده هنحل ونشوف. طبعا شايفين الوجيه اهو. وطبعا هنبدأ نحل ونطمن على التكهات ونطمن على الأجزاء اللي هي عندنا، ايه السبب في القفشة دي او الصدة اللي موجودة اصلا في المكنة. طبعا بنبص على التكهات دلوقتي ولازم نبص عليها بسرعة. لو لقينا منهم صباب بيطلع دايما ورا السوستة، طبعا لو في حالة كسر بس الصباب بيبدأ العمود الصباب نفسه يبقى حر معاه يمشي ورا السوستة. إذا لقينا لقينا التكهات دي فيها خلوصة زي ما انا هوريكم دلوقتي، الخلوص بتاع التكهات موجود، يبقى اذا الصباب مش لازق فيه. لو لازق فيه بحل وش السلندر. دي اول حاجة في الكشف المبدئي على كسر الصباب. كده انا ببص اهو في خلوص اهو معايا، خلاص بضطر ان انا احل في الاتجاه المقابل اهو عند بقى البوبينه ومناطق دائره بس يا خالد، ومناطق دائره المغناطيس. هنحل الوش بتاع المكنه بتاع التبريد، نتاكد. مجرد ان احنا نتاكد ايوه كده احنا نبدا نلفف بقى. دائر معايا اهو، شايفين يا جماعه مسمار اللي هو بيستخدم في ربط حديدة الميزان فك اثناء التشغيل، ووقع لقطه هنا الحمد لله. هو جاي يدور ونتمكن عليها ماسكه حد مكنه كويس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.